إن إحنا كبلاد عربية وأفريقية، آسيوية، أيًا كان، إحنا مش قليلين، وإحنا مش أقل من الغرب في حاجة، ومش أقل من دول أوروبا في حاجة، إحنا بس اللي في تفكيرنا شايفين إن إحنا أقل منهم، لكن إحنا ماديًا، بشريًا، في أي طاقة إحنا مش أقل منهم في أي حاجة، إحنا بس اللي في تفكيرنا بنشوف إن إحنا أقل منهم وإن هم في مكان تانية وإحنا مش هنعرف نوصل ولا نعرف نعمل زيهم. كرة القدم ما ينفعش تكون فيها جبان. ينفع تكون يعني لو لاعب ما عندكش مهارة العب، لو لاعب ما عندكش قوة العب، لو لاعب ما عندكش تكتيك العب، لو لاعب ما عندكش رؤية العب، كل ده هييجي. لكن إن أنت تكون جبان ما ينفعش تلعب كورة، إن أنت تكون حارس مرمى جبان ما تروحش تلعب كورة خليك على قدك. لو أنت مدرب جبان ما تروحش تمسك فرقة وتظلمها. طول ما أنت جبان ما تروحش لأي اتجاه فيه الكورة اتجاه والجبن اتجاه تاني. ما ينفعش تكون مدرب جبان ولا حارس مرمى جبان ولا لعيب كورة جبان. ما ينفعش تكون رئيس نادي جبان. مفيش مكان للجبناء في كرة القدم. خليك راجل العب على مستواك. في حرص. كرة القدم فيها حرص. أنا ممكن أكون حريص محرص من فرقة محرص من لاعب معين محرص من كذا من كذا لكن ما اكونش جبان. انا ما بخافش. لعيب كرة القدم ما بيخافش. مفيش خوف في كرة القدم من تدخلات من لاعب من خطر من جري من إصابة. مفيش خوف. هتخاف هتقع في اللي انت خايف منه. وبالذات لو كانت بطولة زي كأس العالم. كأس العالم بطولة بتنظم كل 4 سنين. ممكن لعيب يلعب بطولة واحدة بس. ممكن مدرب يدرب فيها مرة واحدة بس. ده احتفال عالمي. لو انت قاعد بقالك 4 سنين بتحضر في فرقة علشان تروح تدافع يبقى ما تروحش. لو انت خايف من فرق ما تروحش. كأس العالم فرق كبيرة فرق عملاقة فيها كبير وفيها صغير وفيه اللي هيكسبك وفيه اللي هتكسبه. لو انت خايف من الاول ما تروحش. لو انت مدرب خايف ما تروحش تدرب فرقة. لو انت لعيب خايف سيب مكانك للعيب تاني. كرة القدم ما ينفعش تكون فيها جبان.